يلا يا ام عمرو. ام عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام عمرو. ايوه حضرتك، لو اتفضلي. سمحت ممكن ليا سؤال بعد اذنك؟ ها. لو سمحت من فضلك، انا والدي متوفي من 13 سنه. ايوه الو، ايوه. بقول لحضرتك انا والدي متوفي من 13 سنه. سايب عقارات دي عباره عن 4 بيوت، كل بيت 4 ادوار، في شقق ساكنه وفي لا. فطبعا احنا 5 صبيان وبنتين، وطبعا الحاجات دي كانت المفروض اتقسمت بعد وفاه والدي. فطبعا والدتي قالت لا، ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر، عشان احنا لينا اخ صغير والكبير يموت بقى بالمره. ماما عملت شريعه غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المراه وشرعت لنا شرعا جديدا، حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها ان تقول ويموت الكبير، ويموت من على المسرح، ويموت المشاهدون جميعا. غلط. وامك واللي زيها غلط. والميراث يتوزع بعد ربع ساعه من الوفاه. طب حضرتك دلوقتي هي منسفه دماغها قوي، والاخوات دلوقتي بعد ما كانوا الاخوات مع بعض ايد واحده وبيتعاملوا بالحب والموده، دلوقتي بقى كل واحد زعلان من التاني ومخاصمين بعض ومقاطعين بعض بقالهم سنه. ثمره مما زرعته امك، ثمره من ثمرات زراعه مامي اللي مش عارفه دين. وفي امهات. ايوه اتفضل. وفي امهات ازواجها كتبوا لهن كل حاجه باسمهن، وما زالت بتذل ابنائهن. اسمه شرع بعيد، شرع ام لالي، شرع ام كلثوم. انت وبس اللي حبيبي، مش ام كلثوم طبعا اكيد، ومفيش غيرك على البال. اي حاجه غير ربنا، اي حاجه غير الرسول. اسالي يا بنت سؤال مباشر اجاوبك عليه. طب حضرتك سؤال معلش، حضرتك هو ما كتبش حاجه باسم حد، هو سايبها كده لشرع ربنا، هو ما قالش ان ده بتاع فلان او وجت انا بقول لك، وفي تانية يعني غير مامي، في غير ماميهات غبوات جاهلات كافرات بشرع ربنا. طيب دلوقتي واللي مات وكتب لهن في حضن ابو لهب دلوقتي. طب حضرتك لو احنا رفعنا عليها قضيه، ترفعي عليها وعلى جدتك لو جدتك عايشه وبتأيدها. طب يعني حضرتك كده مش حرام؟ لا مش حرام. مش حرام. احلف لك انه مش حرام. بدم مش راضيه تيجي بالنعناع، بدم مش راضيه تيجي بنعناعه، ووحيد الله يما، واللي بتعمليه يما غير دين سيدنا محمد. اهو الاستاذ الكبير بيقول، وهي بتقول ايه؟ مش حرام توديها 60 محكمه، بس يوم ما تروحوا بيها المحكمه تكونوا واخدين لها سندوتشات الكبده وكل حاجه هي بتحبها. وكلي يا ماما، وان شاء الله ما طفحت، بس كلي يا ماما، انت حبيبتي يا ماما. القضا يا ماما شرع عشان يفصل بينا انا وانت ونفضلوا حبايبي يا مامي. انت كده بتكفري يا ماما، ربنا ما قالش كده يا ماما، ولما ما قالش كده يا ماما، اوعي تسمعي كلام دجال يا ماما. الصغير ياخد حقه ويبقى له وصي لغايه لما يكبر ويرجع له حقه. وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، لأنه بمجرد البلوغ لم يعد هنالك يتم، لكن الله عبر باعتبار ما كان، وهذا الذي يسميه العلماء مجازا مرسلا. علاقته اعتبار ما كان، أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. شكرا.